هدى، هدى انت فين؟ انا هو يا ماما بلعب. تعالي يا هدى، تعالي جنبي هنا، ما توسخيش ايديك. حاضر يا ماما، جايالك حالا. اسمعي يا هدى، اسمعي، تعالي جنبي هنا. نعم يا ماما. هي الدنيا ضلمت يا هدى؟ لسه يا ماما، الشمس لسه باينه ورا شجره المانجا الكبيره، يعني قبل المغربيه. وزمان قبل ياسمين جايه تقرا لك وتعلمني درس البيانو الجديد. الهوا ساقع، انا سامعه احس الهوا بين ورق الشجر. يا ماما، وشجره الجوافه الورق بتاعها بيقع. بقينا في الخريف، الحاجات الشتوي ابتدت تنزل السوق، الفساتين والقماشات. يا ترى الالوان الشتا ده هتكون ايه؟ ماما انت نمتي؟ لا يا هدى. الله، ايه اللي وقع عليا ده؟ دي ورقه شجر ناشفه من بتاعه المانجا. زمان الشجره دبلت كلها. يا ماما، ورقها كله قرب يقع. شوفي، بصي، شوفي لقيت ايه يا ماما؟ لقيتي ايه يا هدى؟ منجايه يا ماما، منجايه لسه فاضله. فين يا هدى؟ فوق في اخر الشجره من فوق. ياه، دي قد كده يا ماما، كبيره خالص، محدش شافها، سابوها في الشجره. ومفيش غيرها؟ مفيش غيرها يا هدى؟ مفيش. نفسي اطلع اجيبها، بس الشجره عاليه، وعشان كده انا خايفه. انت بتخافي من كل حاجه يا هدى. من الضلمه بس يا ماما. بس طب هطلع الشجره. بعدين تقعي. عشان ما تقوليش اني خوافه، هطلع اجيب لك المنجايه عشان تصدقي. طب بس حاسبي على نفسك. قلعت الجزمه زي ما خيريه بتعمل لما تطلع الشجره. انت فين دلوقتي يا هدى؟ طلعت على الفرع الاولاني. دي الشجره ناشفه قوي، كان لازم تلبسي الجزمه قبل ما تطلعي الشجر. وديني طلعت على فرع كمان. لسه المنجايه بعيده. استني يا ماما، احسن الحته دي مليانه ورق وفروع ومش شايفه حاجه. عشان ما تقوليش اني خايفه. لا، ده انت شاطره خالص، قردة صغيره. لسه فاضل كتير. اهي فوق راسي على طول، هطلع فرع كمان وخلاص. الله، اما المنظر من هنا حلو بشكل يا ماما. منظر ايه يا هدى؟ وانا فوق الشجره شايفه الجنينه كلها، وشايفاك يا ماما، بقيت صغيره، وشايفه الشارع. وتعرفي شايفه ايه؟ تعرفي شفتي ايه؟ شفتي ايه يا هدى؟ قبل ياسمين جايه من اخر الشارع وماسكه في ايدها كتاب وكراسه المزيكا. قبل ياسمين مش هتسمعي. انزلي بقى، انزلي لا تشوفك. وماله ما تشوفني؟ عاوزاها تقول ايه؟ انزلي احسن. اما اجيب المنجايه الاول. طب يلا اوام. فاضل فرع كمان وامد ايدي وامسكها. الله، دي كبيره بشكل، دي لازم تعمى قوي يا ماما. لسه فاضل كتير. خلاص اهو. الحقيني يا ماما، الحقيني يا ماما، الحقيني يا ماما، الحقيني يا ماما، الحقيني يا ياسمين. هدى، امسكي في الشجره كويس، انا جايه لك. امسكي الفرع كويس. الحقيقه يا ياسمين، الحقيقه. هدى، انت فين يا هدى؟ كده برضه يا هدى، كده برضه كله متشاوتك. بدل ما تخشيها تجيبي ذنب عليها. هدى حبيبتي، ردي عليا يا حبيبتي. هدى يا ياسمين، هدى اتعورت. هدى والله انا ماليه ذنب في اللي حصل، هي اللي كانت عاوزه تطلع الشجره وحبيت احوشها ما رضيتش. هدى ردي عليا يا حبيبتي، انا قبل ياسمين يا هدى. انا ماما يا هدى، انا ماما يا حبيبتي. هدى كلميني يا هدى، كلميني يا حبيبتي. هدى ردي عليا يا هدى. هدى ردي عليا يا هدى. ياسمين، تقدري تروحي دلوقتي، كفايه كده. معلش، انت اتاخرتي على مامتك قوي. عليا قاعده معاها. طيب ادخلي ارتاحي. انا مستريحه يا احمد، ادخل انت ارتاح وانا سهرانه جنب هدى. هو معقول ارتاح وهدى بالشكل ده؟ مش الدكتور قال انها كويسه والحمد لله؟ ولو مش هرتاح الا ما تفتح عينيها وتكلمني. اصلها لسه دايخه من الوقعه. انا خايف يا ياسمين، لله لا يقدر يجي لها ارتجاج في المخ. ايه الكلام ده؟ وطي حسك لسعاد تسمعك بعدين تتخض. سعاد مش ممكن هتسمعني. هي نامت مسكينه، الحادثه اثرت فيها قوي. سعاد ما نامتش. سعاد بعد الدكتور ما كشف على هدى واطمنت عليها يا دوبك خدت بعضها وهربت. ايه؟ هربت؟ ايوه، راحت لمامتها، خافت تواجهني زي عوايدها، هربت من المسؤوليه. اي مسؤوليه؟ مسؤوليه اللي حصل. سعاد شجعت هدى على طلوع الشجره. ده مش معقول يا احمد، شجعتها ازاي؟ كانت بس تقدر تمنعها من طلوع الشجره لكن ما حاولتش. هدى هي اللي كانت عاوزه تطلع الشجره. ليه؟ تعرفي ليه؟ علشان تجيب المانجا. ابدا، علشان سعاد كانت بتتريق عليها، بتعايرها،
بتفهمها انها بتخاف من الضلمه، انها جبانه، حبت تثبت لها انها مش جبانه. احمد، ايه الكلام ده؟ ساعات كانت بتتشفى في كل مخلوق تلاقيه خايف، لانها هي كانت خايفه. ايوه تصوري، كانت بتتشفى حتى في بنتها. انت بتظلمها. سعاد بعد حكاية الدكتور اللي كشف على عينيها وقال انه مفيش فايدة تفتح تاني، جات لها صدمة عنيفة. لازم تعذرها يا احمد. الكلام ده كان يبقى معقول لو كانت سعاد ام طبيعيه قبل الحادث القديم، لكن دي طول عمرها كده. وبالعكس، كنت فاكر في الاول ان الحادثه خلتها حنينه، اتضح لي العكس. انا بيتهيألي انك ظلمتها. انت بتدافع عنها يا ياسمين، بتدافع عنها وناسي حاجه. حاجة ايه؟ بيتهيألك ان هدى ما قالتليش على اللي حصل. ايه؟ هدى فاقت لنفسها وانت بره مع عليا، وقالت لي ازاي طلعت الشجره، وازاي سعاد شخطت فيها ما عرفت انك جيتي فخافت منك. ايوه سعاد خافت منك وانت عارفه كده. ارجوك يا احمد، ما تملاش قلبك بالمرارة اللي بتتكلم بيها، ارجوك. يا ريت يا ياسمين. هدى محتاجة لكم انتوا الاتنين. املأ قلبك بالحب يا احمد. لمين؟ لهدى طبعا، ولسعاد. انت عارفه ان ده مستحيل، والعجيب انك لسه بتدافع عنها. انا بدافع عن الامومة. والامومه هربت قدامك اهي علشان خافت من المسؤوليه، وده دليل انها مذنبه. سعاد في حالة ما تسمح لهاش انها تتحمل اي مسؤولية. حكايه الشجره ملهاش دعوه بالمفتح والأعمى ابدا. لو كانت قالت للبنت لا ما كانتش طلعت، وانت عارفه هدى. ارجوك مرة تانية ما تعودش قلبك على القسية. ده يأس مش قسي. ولا اليأس كمان. وهو فين الامل؟ الامل موجود. فين؟ في هدى. هدى بنتي بس. كفاية. كفايه عليا كأب، لكن في فراغ تاني هدى ما تقدرش تملاه. انساه يا احمد. انسى كياني، انسى حياتي، انسى قلبي. علشان بنتك. عاوزاني انسى قلبي يا ياسمين؟ ما تقدرش. لا وعلشان هدى. ما اقدرش، علشان حاجه تانية. ايه هي؟ انتي. انا ايوه، ما اقدرش انسى الفراغ اللي في قلبي لانك انتي مليتيه. ما اقدرش انسى كياني وحياتي لانهم بقوا ملكك. احمد ارجوك اسكت، اسكت يا احمد. ما اقدرش انسى بنتي لان لقيت الامومه النبيله فيكي انتي. ارجوك يا احمد، اتوسل اليك، اسكت. ياسمين ارجوك. لا لا لا. اسمعيني يا ياسمين، انا بحبك. لا، علشان خاطري، علشان خاطر هدى. انا حبيتك علشان خاطر البنت دي اللي نايمه قدامك، البنت الجريحه. كلامك يا احمد خلاني انا الجريح. هدى محتاجه لك علشان تطيبي جرحها اللي في حياتها، وانا كمان محتاج لك. كفايه يا احمد، كفايه ارجوك. ياسمين انت ناسي الحفره اللي بيني وبينك. اخطيها. مش ممكن، دي فيها بنتك ومراتك. عن اذنك. ياسمين انت اتعلمت الحركات دي فين يا حسن؟ امال فاكرين شويه في البلد؟ انا احسن واحد يرقص سامبا ومامبو، والرقصه التانيه دي اللي اسمها ايه؟ اسمها. طب بس خد نفسك الاول. يا سلام، قد ايه بتبقي لطيفه ما تضحكي يا ياسمين. انت سامعه يا خالتي؟ سمعت ياسمين وهي بتضحك؟ سامعة يا حبيبي يا ابني، ربنا يسعدكم ويفرح قلبكم. اي والله بقالي كتير ما سمعتش ضحكتها. اما انا سعيد بشكل، كل ما اشوفك بتضحكي بشعر اني اسعد مخلوق في الدنيا. ياسمين، انت سعيده يا ياسمين؟ امال ايه اللي سعيده دي؟ طبعا مش باين عليا السعاده. زياده عن اللزوم، وده اللي مخوفني. ايه اللي مخوفك؟ السعاده المفاجاه اللي حسيتي بيها. السعاده ما تخوفش، اما تيجي مره واحده كده تخوف. انا زهقت من القعده هنا. ها، ما تيجي نخرج نتفسح؟ يلا يا حسني. نروح فين؟ ركن حلوان. اشمعنى ركن حلوان يعني؟ اي حته، نروح اي حته. عارف انا عاوزه ايه؟ ايوه ياسمين. عاوزه اسوق عربيه على 120 كيلو. ايه؟ عاوزاك تعلمني السواقه واسوق عربيه بسرعه. مش اما اتعلم السواقه انا الاول؟ مش مهم انت. طب لما اشتري العربيه الاول. اهي دي المهمه، هي دي المهمه. بس تعرفي اني هخاف اخليكي تسوقيها. ليه، مش واثق فيا؟ في البلد معلش، لكن لو جينا هنا المعادي لا. ليه؟ هخاف عليكي من مزلقان السكه الحديد. ايه؟ الله، مالك يا ياسمين؟ في حاجه؟ لا مفيش. ما تدور لنا اسطوانه سمعنا شويه مزيكا. احنا مش قلنا هنخرج؟ ايه انت صدقت؟ نخرج ازاي ونسيب ماما؟ سمعنا مزيكا. حاضر. شوفي مين يا ياسمين،
لازم الأرزاقي جاي يديني الحقنة. يا أني جسمي اتشوى. يا أني. مين؟ انتي؟ ايوه انا. خير في ايه؟ ايه اللي حصل يا سعاد؟ لا ما حصلش حاجه، انا جايه لك عشان هو في حد هنا؟ لا مفيش، ده حسني ابن خالتي خطيبي وماما نايمه جوه. الله، انت جيتي مع الست يا خيريه؟ ادخلي. خيريه وصلتني لحد هنا. اقفلي الباب يا خيريه. حاضر يا ستي. اتفضلي يا سعاد. امسكي ايدي. اتفضلي. مساء الخير. ده حسني. مساء الخير يا فندم. دي سعاد هانم مامة هدى يا حسني. لو سمحت تسيبنا مع بعض شويه. طبعا بكل سرور. اقعدي يا سعاد. واقفه ليه؟ مستنياك ما تقعديني. متاسفه. على ايه؟ انت طبعا عاوزه تعرف انا جايه لك ليه. اعذريني يا سعاد اذا كنت قلقانه شويه، اصل عمرك ما زرتيني وانتي. وانا مفتحه، ايش حال ما ازورك وانا عامل. انا مش قصدي، بس يعني انا اندهشت لما شفتك، وخصوصا اني عارفه انك رحتي لمامتك امبارح. ورجعت بيتي النهارده، لكن ما قدرتش اقعد في البيت اكتر من ساعه واحده، وكنت ناوي ارجع لماما تاني. ليه؟ لكن في اخر لحظه افتكرتك وقلت اجيلك علشان ايه؟ عشان تقولي لاحمد اني مش مسؤوله عن وقوع هدى من الشجره. انت الوحيده اللي كنت موجوده. احمد بيعتبرني مسؤوله عن اللي حصل، وانا مش قادره اقعد في البيت دقيقه واحده في الجو ده. ارجوك يا ياسمين، ارجوك تقولي له. بس انا قلت له امبارح يا سعاد، قلت له انك مش مسؤوله عن اللي حصل، وان هدى طلعت الشجره غصب عنك. مش كفايه، انا عاوزاك تقولي له اني ايوه اتكلمي. اني منعت هدى بالقوه وزعقت لها، وكنت عاوزه اضربها وضربتها كمان، لكن طلعت الشجره غصب عني. وليه ده كله؟ عشان ما يتهمنيش بحاجه. وهو اتهمك يا سعاد؟ لا ما قالهاش بصراحه، لكن انا حاسه. ارجوكي قولي له كده. بس اصل ما اقدرش يا سعاد. ده مش كذب، ده عشان خاطر هدى. مش هيصدقني ان قلت له انك ضربتيها ومنعتيها بالقوه، لان هدى قالت له على الحقيقه. هيصدقك انت وهيكذب هدى. ما هو الموضوع انتهى خلاص. لا ما انتهاش، انا عاوز احمد يصدقني انا ويكذب هدى. ارجوك يا سعاد تعفيني من الموضوع ده. وانا ارجوكي كلميه. انا مش عايزه اقابله، قصدي مش عايزه اكلمه في الموضوع ده، لاني سبق كلمته وما اقتنعش. ياسمين، اذا كان قلبك عليا صحيح خليني اكسب حياتي من اول وجديد. انا مستعده يا سعاد، بس ياسمين ساعديني، اكدبي مره علشاني. انا عايزه احمد ما يحقدش عليا، عايزاه يحبني. ياسمين ساعديني عشان احمد يحبني، انا ماليش حد في الدنيا، انا عاميه. سعاد ما تعيطيش عشان خاطري. انا وحيده يا ياسمين، حتى ماما لما رحت لها المره دي، ماما تصوري زعقت لي. معلش يا سعاد، اصلها بتدور على مصلحتك. قالت لي روحي لجوزك، تصوري قال اروح لاحمد. الله، وماله ما ترجعي له؟ انت مش لسه دلوقتي عاوزاني اساعدك علشان ترجعوا لبعض كويسين؟ طبعا انا قصدي ماما شخطت فيا وجابت الحق عليا. ارجوك يا ياسمين كلميه عشان خاطري وعشان خاطر هدى، انا عارفه انه هيصدق. على اي حال ده شعور جميل من ناحيتك انك تحاولي تستردي حبه. لاني محتاجه له. ايه؟ بس علشان محتاجه له؟ قصدي محتاجه الحب. وانت عارفه هو بيحب هدى قد ايه، فلو افتكر اني كنت السبب في اللي حصل فيمكن. انت فاهم؟ تصوري بعد العشره دي ارجع لمامتي تاني وانا في الحلال. الله لا يقدر يا سعاد، ترجعي لمامتك ازاي بس؟ ويا ريت ماما مستحملاني، الا دي هالمره دي شخطت فيا وزعقت لي، ما تتصوريش ازاي. وافرضي حتى ان مامتك مستحملاكي، لازم تفكري في بيتك الاول. طبعا، وعشان كده انا عاوزاك تكلمي احمد عشان اضمن المستقبل. حاضر يا سعاد، هكلمه دلوقتي. اكلمه دلوقتي؟ طب ما هو بكره احسن. لا دلوقتي، استأذني من مامتك وخطيبك وتعالي معايا عشان خاطر مستقبلي ومستقبل هدى. المستقبل فعلا ليكي حق، لازم تفكري في المستقبل. يلا بينا، انا سايباه قاعد في اوضه المكتب، تعالي نلحقه قبل ما يخرج. اتفضلي. امسكي ايدي. هاتي. ايوه كده، دلوقتي عرفت انك صديقتي صحيح. ادخل. ايه ياسمين، انت جيتي؟ انت هنا؟ ايوه انا هنا. انا اقعدي يا ياسمين اقعدي. ما عندكيش فكرة انا سعيد قد ايه اما شفتك. انا عارف انك زعلانة مني مش كده؟ لا ابدا يا احمد. امبارح ما اعرفش ايه اللي جرالي، الكلام اللي قلته لك طلع غصب عني، ما عملتش حساب الا لشعوري انا، ونسيت شعورك انت، ونسيت انك في بيتي. على اي حال حصل خير. ارجوك ما تكونيش متضايقة مني. ابدا، احنا لسه برضو اصدقاء. الحمد لله اني ما خسرتش صداقتك.
وعمرك ما هتخسرها أبدا. انا متشكر يا ياسمين. وبسبب الصداقة دي أنا جاية النهاردة. مفيش داعي تبرري مجيك هنا، لان البيت بيتك وهنفضل اصدقاء على طول. أنا جاية قصدك في خدمة. قوي يا ياسمين. سعاد جاتني البيت يا أحمد وطلبت منك انك تيجي معاها، وعلشان كده جيتي. كان لازم استنتج كده من الاول. أرجوك يا أحمد سيبك من الكلام في أي موضوع تاني غير موضوع سعاد. حاضر. هو احنا كل ما بنتقابل بنتكلم عن حاجة تانية غيرها؟ سعاد ضميرها معذبها وعاوزاني أقنعك بإنها مش مسؤولة عن اللي حصل لهدى. سعاد بتعمل المستحيل علشان تكسب حبك. عارفة ليه؟ علشان مستقبلها ومستقبل بنتها. علشان اما رجعت من بيت مامتها ودخلت تشوف هدى، البنت خافت وعيطت. سعاد عملت للبنت عقدة، بقت كل ما تشوفها يتهيأ لها انه في خطر قدامها، انه هيحصل لها حاجة، وده اللي خلى ضميرها يعذبها. المهم ان ده يدل على انها محتاجة لك ومحتاجة لبنتها. دي محتاجة لدكتور نفساني، محتاجة تتولد من اول وجديد وتتربى من اول وجديد. سعاد محتاجة الحاجات دي اكتر ما هي محتاجة لدكتور يرجع لها نظرها تاني. اللي راح ولازم نفكر في المستقبل. المستقبل؟ انهي مستقبل؟ مستقبل هدى ومستقبل سعاد؟ مستقبلك انت يا احمد. انا ماليش مستقبل يا ياسمين، سبق قلت لك الكلام ده قبل كده.